مساء الخير عليكم، اهلا وسهلا بيكم. انا معاكم رحاب الخولي. النهارده هنعمل مع بعض بريتزلز زي بتاعت بره بالظبط. يلا نشوف هنعملها ازاي. عشان نعمل بريتزلز هنحتاج كوبايتين وربع دقيق، كوبايه وربع ميه دافيه، معلقتين من الزيت، نص معلقه سكر، رشه ملح، كيس خميره فوريه. ولما نخلص هندهن العجينه ببيضه وهنرش عليها ملح خشن، فدول مش هنحتاجهم دلوقتي. عشان نحضر العجينة هلبس بس جوانتي. اهو الدقيق هحط عليه نص معلقة السكر ورشة الملح، وهحط كمان الخميرة، هحط معلقة زيت، وهنعجن بالمية الدافية. مش هحط المية كلها عشان لو محتاجناهاش كلها، وهعجنه. انا هنا اهي عجنتها اهي، لمت كلها على بعضها. هحط لها بس نقطة دقيق هنا، نقطة زيت قصدي، وهغطيها هسيبها تخمر. هسيبها تخمر حوالي ساعة وهنرجع نعملها مع بعض. العجينة اهي خلاص خمرت. ناخدها بقى على الكاونتر. هقطعها كده بالسكينة. وهجرب كده اول واحدة، اشوف بس اذا كان المقاس كده كويس ولا لا. هلفها واحدة كده، واحدة تانية، واروح اعملها هنا وافتحها كده. احطها بقى دلوقتي على ورق الزبدة واحطها في الصاج وادخلها الفرن، واوريكم شكلها بعد لما تطلع. انا هنا لسه ما خلصتش العجين، عملت كام واحده اهي. هدهنها دلوقتي بالبيض. هدي بس اهي البيضه كسرتها، هحط لها بس نقطه فانيليا عشان زفاره البيض. هدهنها. انا طبعا يعني حاولت اعمل الشكل زي بتاع بره على قد ما اقدر. انا دايما لما بجيبها بيبقى عليها رشه ملح خشن، فانا
احط عليها ملح خشن زي اللي بجيبها من بره اهو، ملح الخشن اديها رشه كده. طبعا البيض هيخلي رشه الملح دي تلزق. مشغله طبعا الفرن على 180. هدخلها اهي وهوريها لكم بعد لما تطلع. وادي البريتزلز بعد ما طلعت من الفرن، حلوه جدا، يا ريت تجربوها. كمان بقى شويه من العجينه عملت بيها البايتس اللي بالسينابون، نفس العجينه بالظبط اهي، قطعتها حتت صغيره ودهنتها برضو بيض وكل حاجه، بس بعد ما بتخرج بدهنها زبده وبحطها في سكر وقرفه. حلوه جدا جدا، يا ريت تجربوهم الاتنين وتقولوا لي رايكم فيهم ايه.